السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه النهاردة يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال دائما يا رب. قبل ما نبدأ الفيديو متنسوش تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وتحط لايك للفيديو ده وتشترك في القناة علشان عيلتنا تكبر بيك وتفعل زر الجرس. النهاردة يا جماعة هنعمل علفة الصيف للأرانب البلدي. العلفة دي مفيدة بشكل رهيب جدا للأرانب، وبالطري على الأرانب تكييف غذائي متكاملة العناصر، سريعة جدا في زيادة الوزن، بترفع المناعة بتاعة الأرنب، وكمان بتعالج أمراض متعددة وبتفتح الشهية. والخلطة دي يا جماعة سريعة الهضم، يعني خفيفة كده على المعدة. ايه هي مكونات الوصفة دي أو العلفة دي؟ مكونات بسيطة جدا موجودة في كل بيت. هنشرح المكونات وبعد كده نشرح كل مكون فايدته ايه للأرانب. الخلطة دي يا جماعة بأربع مكونات. أول مكون هو العيش المجفف، وتاني مكون هو الذرة الأصفر، تالت مكون هو الردة الخشنة، ورابع مكون هو علف الأرانب. الأربع مكونات دول يا جماعة مش عايزة أقول لكم مهمين قد إيه للأرانب، وخاصة لزيادة الوزن. لزيادة الوزن الأرانب البلدي، عاوز الوزن بتاع الأرانب البلدي يزيد معاك، تقدم لها العلفة دي. وكمان بتفتح الشهية بتاعة الأرنب، ورافع مناعة، وبتحمي جسم الأرنب إن يدخله أي فيروس أو أي ميكروبات. بإذن الله هتطلع من فصل الصيف بدون أي خسائر لو جربت العلفة دي. بالعكس هتزيد الوزن وهتزود أرباحك وهتزود الإنتاج بتاع الأرانب. تعالوا بينا يا حبايب قلبي نعرف ايه فوائد المكونات بتاعة الخلطة دي. أول حاجة وهو العيش المجفف. العيش المجفف ليه فوائد كتيرة جدا للأرانب. اول حاجة يا جماعة سريع جدا في زيادة الوزن. لو الارنب عنده انتفاخ بيعالج الانتفاخ بتاع الارنب، بيحمي الارنب، بيحمي جسم الارنب ان يجيله انتفاخ طول ما هو بياكل الخبز المجفف. وغير كده ان الارانب بتحب العيش المجفف جامد. زي ما قلت لكم بيحمي جسم الارنب، بيعالج الانتفاخ، سريع جدا في زيادة الوزن والارانب بتحبه، وكمان فيه فيتامين د. تاني حاجة يا جماعة وهي الذرة الأصفر. الذرة الأصفر ده بقى يا جماعة ليه فوائد رهيبة جدا، يعني يعتبر كده صيدلية متكاملة، في متكامل العناصر، متكامل الفيتامينات، متكامل البروتين والكالسيوم والأملاح المعدنية، بيعالج أمراض متعددة. الذرة ده يا جماعة مفيد بشكل غير طبيعي للأرنب، سواء الأصفر أو الأخضر. احنا النهاردة مستعملين يا جماعة الذرة الأصفر المجروش، مفيد بشكل رهيب جدا. تعالوا بينا نعرف ايه هي الفوائد اللي الذرة ده بيقدمها. اول حاجة يا جماعة بيفتح الشهية بتاعة الارنب وبيرفع المناعة. لو الارنب بتاعك عنده اسهال بيعالج الاسهال بتاع الارانب، وكمان بيعالج التصلب في الشرايين. في فيتامين سي وفيتامين الف وفيتامين ج، في البروتينات والكالسيوم والاملاح المعدنية اللي الارانب محتاجاها. الذرة الأصفر ده يا جماعة صيدلية متكاملة، بيعالج أمراض متعددة، فيه الفيتامينات والبروتينات والكالسيوم سواء الأملاح المعدنية، كل حاجة موجودة في الذرة الأصفر. وطبعا سريع جدا في زيادة الوزن لأن هو بيفتح الشهية بتاعة الأرنب، ولما الشهية بتاعة الأرنب تتفتح طبعا هيجر معانا في العلف، فالوزن بتاعه يزيد. افضل مكون بقى معانا في الخلطة دي هي الردة الخشنة. طبعا احنا عاملين العلفة دي لزيادة الوزن وكمان زيادة الانتاج، فهتلاقي الردة يا جماعة معانا خطيرة جدا في زيادة الوزن. افضل مكون لزيادة الوزن يا جماعة هو الردة. الردة متكاملة العناصر، فيها فوائد غذائية، يعني مش عايزة اقولك يا جماعة متكاملة العناصر، فيها فوائد غذائية كتير جدا، هي دي اللي بتساعد على زيادة الوزن بتاع الأرانب بسهولة جدا يا جماعة. في خلال شهرين 3 كده هتلاقي بسم الله ما شاء الله الوزن الأرنب اتغير معاك خالص، وفي خلال شهرين ونص وزن الأرنب البلدي بتاعك هيبقى 2 كيلو ونص. ده طبعا لأن الخلطة دي فيها فوائد كتيرة جدا. المكونات بتاعتها مش عايزة اقول لكم بقى يا جماعة على الحاجات اللي فيها. شرحنا المكونات اللي فيها، لسه العلف الارانب. طبعا احنا عارفين ان علف الارانب مهم جدا للارانب البلدي،
احنا بنعرف الارانب البلدي على الخضروات وبواقي المنزل، لكن لما نيجي نعمل لهم علفة لزيادة الوزن فلازم يا حبايب قلبي نحط لهم علف الارانب. الخلطة دي يا جماعة انت هتعملها وهتلاحظ الفرق والوزن بتاع الارانب. صحة الارنب هتبقى معاك بسم الله ما شاء الله 10/10، لان الحاجات دي بتحمي جسم الارنب ان يدخلوا اي مرض، سواء الخبز المجفف او الذرة او الردة او العلف. المكونات دي يا جماعة مهمة جدا للارانب، يعني يعتبر انا في الفيديو ده يا حبايب قلبي جايبه لكم 4 مكونات مهمين للارانب. الاربع يا جماعة الاربع مكونات دول مهمين بشكل غير طبيعي للارانب. فيهم الفيتامينات والبروتينات والكالسيوم والاملاح المعدنية اللي الارانب بتحتاجها. فيها فيتامين سي وفيتامين باء وفيتامين جيم وفيتامين الف. الاربع المكونات دول فيهم 4 فيتامينات: فيتامين سي وفيتامين جيم فيتامين باء فيتامين الف. فيهم 4 فيتامينات طبعا غير البروتينات اللي موجودة في العلفة دي والكالسيوم. الاملاح المعدنية منتش محتاج تجيب ادوية بيطرية ولا اي حاجة. الخلطة دي يا جماعة هتعالج اي مرض للارانب، هتخلي صحة الارنب 10/10. يا رب يا حبايب قلبي الفيديو يكون عجبكم واستفدتم بشكل كامل من الفيديو ده، ويا ريت لو استفدتم فحطوا لايك علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس ويستفادوا زيكم بالظبط. كل مربيين الارانب باذن الله يطلعوا من فصل الصيف بدون اي خسائر باذن الله، والمشروع بتاعنا يكون زايد مش ناقص. ومع السلامة يا حبايب قلبي، واشوفكم في فيديو جديد.